عرف السيد بيحاول هجوميا هو احمد حسن، وادي خطيره، والهدف الاول. الهدف الاول لسه بقول لحضراتكم بيفكر خطأ قاتل قاتل قاتل. عرف السيد بيحط الجول الاول. لحظه ارتباك شديده جدا من دفاع النادي الاهلي وارجاع الكره بطريق الخطأ تماما تماما. تتحط يعني مع الدقيقه 10. شوفوها تاني مع الدقيقه 10. عرف السيد بيجيب هدف. ادي الكره اهي قصيره تمام. طلع شريف يحاول ياخدها. هنا سعد بيحاول لكن بعدت تمام تمام تمام. ادي الكره اهي. وادي الخطأ كان من احمد صديق. رجع الكره قصيره، كان عايز يرجعها لشريف اكرامي لكن طلعت قصيره تماما. ادي تاني اهو لمسه كده مش مظبوطه، لقيها في وشه لحظه خروج شريف وبيحاول معاها سعد سمير لكن هدف. متفقين على ان اليد الرخوه هي بتفرض فوضى، والفوضى ما تصنعش نظام. لكن ادي سقوط على الارض بركله جزاء ولا ايه؟ انذار وركله جزاء. انذار لشوقي السعيد وركله جزاء لعرقله دومينيك مع الدقيقه 19 من زمن الشوط او الدقيقه 18. ادي هنا دومينيك واخد رجله وهي على الارض بعد ارتطام مع شوقي السعيد. يعني يدقق النظر ويتقدم بركات، يتقدم وبالهدوء وبالرزانة وبخبرات السنين مع سجدة شكر. بعض الجماهير عادوا إلى الشرفة التي كانوا قد عبروا منها باتجاه خروج من الملعب، لكنهم شاهدوا ركلة الجزاء وصفقوا لبركات وانصرفوا. إذن هي مباراة للتاريخ بالمناسبة، لأن لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية إن مباراة ممنوع دخول الجمهور فيها حسب لائحة البطولة. ادي بركات يا ولد بخبرة السنين. بركات بيحط الكورة حمراء او السحابة الحمراء. كان في الله 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 الله. هي المتعة تبدأ كما ذكرت لحضراتكم. وعبد الظاهر مع مين؟ عبد الظاهر الرأسية الجميلة بتاعت شكري العرضية يضع الكرة يسكنها في الشباك. إذن أحمد عبد الظاهر يصحح الأوضاع للنادي الأهلي مع الدقيقة 21. نفس رقم قميصه مع نفس رقم قميصه. ادي تاني شكري ملعوبة بيقوم بالمهام دي بدلا من مين بقى؟ بدلا من أحمد شديد يناوي اللي قاعد على مقاعد البدلاء النهارده. محمد يوسف بيدي الفرصة لسيد معوض العائد من إصابة عشان يجهز نفسه. شخصيا أتمنى أن أشاهد في هذا اللقاء حسام غالي. دايما بحب اللعيب اللي راجع من إصابة ده بيبقى عطشان كورة. استلام شهاب بيفكر في التسديد، لم كورته وعدى وحطها حلوه. مفيش تسلل مفيش تسلل وعرضيه جول. العرضيه لورا كانت لازم تبقى لقدام، انما السقوط على الارض لسه موجود. مين بيسدد في جول؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. حلوه 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 يا شهاب، حلوه يا شهاب. وبيدي الكوره بيهدي لمين؟ مش شايفين مش شايفين مش شايفين. بيقول لحد وحشتنا. بيقول لمين وحشتنا؟ بيقول لبركات. بيقول له البركات بيديها. كلهم لابسين تيشيرت بركات. وحشتنا يا بركات. بيضغطوا عليه عايزينه يكمل معاهم. سعد سمير وشهاب الدين احمد اللعيبه لابسه تيشيرت ابيض كشف عنه بعد هذه الكره. ادي الكره هنا يعني دخل على طول بباطن القدم اليمنى. لعبها كانت عايزه لقدام لكن رجعت لورا. هنا سعد لكن رجع تاني شكري حط الكوره على طول بباطن القدم اليمنى. ادي تاني الصراع. شوف الصراع. افتكاك الكوره كان من احمد غانم لكن راحت وعلى طول احمد منجا. احمد منجا هو اللي حط الكوره في الجول. احمد نبيل منجا.